السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم ومتكرر بيجيلي في عالم الترجمة واللغات. أدرس إيه علشان أشتغل في الترجمة؟ إيه اللغة اللي أدرسها علشان أشتغل في الترجمة؟ هل فرنساوي، ألماني، إنجليزي؟ إيه أكتر لغات دارجة في السوق؟ إيه أكتر لغات عليها طلب؟ ومش بس الطلب، اللغة المطلوبة إيه التخصص بتاعها؟ يعني هل مطلوب مثلا انجليزي قانوني اكتر؟ هل مطلوب فرنساوي مثلا طبي اكتر؟ ولا الدنيا بتمشي ازاي في السوق؟ اجابة السؤال ده بالنسبة لك مهمة جدا جدا علشان تبقى عارف انت المفروض تدرس ايه، تتخصص بعد دراستك في اللغة، تتخصص في ايه في الترجمة علشان ان شاء الله تلاقي فرصة عمل كويسة في السوق. فيلا بينا نبتدي حلقة النهاردة. في حلقة النهاردة يا سيدي هكلمك على أهم 5 لغات أنت المفروض تكون عارفهم في سوق الترجمة، أو تكون يعني بتشتغل في واحدة منهم. هرتبهم لك من الخامس للرابع، يعني من الأقل طلبا في الحتة بتاعت الترجمة. وخلي بالك اللغة مختلفة عن الترجمة، يعني أنت لو عايز تدرس لغة علشان تسافر بيها بره، أو عشان تشتغل في الإرشاد، أو علشان تشتغل في أي تخصص تاني، ده ملوش علاقة في الترجمة. بمعنى ان في لغة ممكن تبقى عليها طلب جامد جدا في السوق، ولكن في مجال الترجمة الموضوع قد يختلف شوية. اتفقنا على القاعدة دي؟ يلا بينا اقول لك على ترتيبهم من رقم 5 لرقم 1. نقطة كمان لازم اقول لك عليها وتكون حاططها في اعتبارك، النقطة دي مهمة جدا. احنا بنترجم الى اللغة الام. انت نيتيف سبيكر عربي، انت بتتحدث باللغة العربية، بتتحدث باللغة العربية. بمعنى لو انت النهارده متخصص في لغة، فانت بتترجم من اللغة اللي انت متخصص فيها الى اللغة العربية، بتاخد من الانجليزي تترجم العربي. قدرتك على التعبير والصياغة باللغة العربية، اللغة اللي بيتحدث بها لسانك، لغة من منشئك او منشئك وموطنك، دي الاساس والاصل. بمعنى ان انت النهارده لو انت هتترجم من اللغه العربيه للغه الاندونيسيه للفرنسيه للصينيه لاي لغه تانية، اكيد القدره بتتناقص على التعبير، لان اللغه ديت ليه لغه مكتسبه، وانت عدد سنين دراستك فيها قد لا يتجاوز ال5 سنين، مثلا 6 سنين 7 سنين. طبعا كل ما بتزيد عدد سنوات ممارستك للغه كل ما بتتقنها اكتر. ولكن اللي انا عايز اشدد عليه وانبه عليه، احنا بنتكلم فيه ان انت بتترجم من اللغه الاجنبيه اللي انت بتتعلمها للغتك الام. وده بينطبق على العالم كله في الترجمة. بمعنى هتلاقي واحد هو أصلا فرنساوي، أو شخص ألماني، هو بياخد النص من اللغة الإنجليزية بيحوله إلى لغته الأصلية الألمانية أو الفرنسية. شخص عربي بياخد النص من اللغة الإنجليزية بيحوله إلى اللغة العربية. القاعدة دي مهمة جدا جدا، حطها في اعتبارك في الفيديو ده وإحنا بنتكلم. يلا بينا نعد ال5 لغات المهمين في قطاع الترجمة. رقم 5 معانا في قطاع الترجمة هي اللغة الألمانية. تقول لي اللغة الألمانية مهمة قوي، انت حاططها لي رقم 5 اللي في آخر الترتيب. أقول لك احنا اتفقنا ان فكرة انك تتعلم اللغة علشان تسافر بره، او ان هي يعني من اللغات المطلوبة في اي قطاع تاني، ده ملوش علاقة بالترجمة. الترجمة من الألمانية للعربية فيها نقص جامد قوي في مصر، يعني مفيش، يعني لما نيجي نقول عندنا مشروع ترجمة عايزين نشتغل فيه، ما بنلاقيش 6 7 مترجمين ألماني على بعض بالعربي كده يعني. مع كامل الاحترام طبعا لمترجمي اللغة الألمانية، على راسنا من فوق، الناس المحترمة الشاطرة والمجتهدة، لكن أنا بتكلم إن بشكل عام صعوبة تجميع المترجمين دول يعني جامدة قوي وكبيرة قوي. ليه؟ لأن في ندرة في الجزئية دي، اللغة الألمانية إلى العربية تحديدا. فعلشان كده اللغة الألمانية هي رقم 5 في ترتيب النهاردة، زائد إن الطلب عليها في السوق المحلي المصري مش بالكثافة اللي أنت متخيلها يعني. دي نقطة تانية، يعني ممكن في لغات تانية هنتكلم فيها دلوقتي يعني لا أتقل بكتير منها. طيب تيجي تقول لي إيه التخصصات اللي بيجي فيها الألماني بقى؟ يعني هل بيجي مثلا سياسي اقتصادي و هقول لك إن الألماني بينحصر بشكل كبير قوي في الطبي، التقني السوفت وير والهاردوير، ترجمة السوفت وير والهاردوير، ونمرة 3 القانوني. دول ال3 أجزاء اللي بينحصر فيهم بشكل كبير. ممكن تقدر تقول 60-70% من شغل الترجمة للغة الألمانية في الجزئية دي تحديدا، أو في ال3 قطاعات دول تحديدا. فبس يا سيدي ده كل ما يتعلق باللغة الألمانية، وهي رقم 5 في الترتيب معانا. نمرة 4 في الترتيب معانا هي اللغة الإيطالية. الإيطالي لغة جميلة ولذيذة جدا ومطلوبة جدا في السوق،
ولكن برضه هي رقم 4، يعني لسه يعني ما دخلناش في اتقل 3. يعني في طلب عليها، في طلب عليها، لكن ارجع اقول لك بحكم خبره 14 سنه في السوق، سهوله شويه في تجميع مترجمي الايطالي. في يعني ممكن برضه يعني نعتر لنا في 6 7 مترجمين ايطالي على مدار الشهر بالعافيه. ولكن برضه لا، في ندره في الجزئيه ديت، يعني مش يعني ايه بص، هي ما بين الندره وما بين السهوله. يعني ان انت تقدر تلاقي مترجمين ايطالي الكواليتي بتاعتهم معقوله، مستوياتهم كويسه جدا جدا، لكن في نفس الوقت مش بالكثافه المطلوبه. ما تلاقيش 20 30 مترجم لما تقول انا عايز مترجمين ايطالي، لا ما تلاقيش الكلام ده. طيب هل هي لغه مطلوبه؟ هي لغه مطلوبه. طيب دومينز الترجمه بتاعتها، او بنترجم لايه في الايطالي تحديدا؟ اقول لك ان الايطالي الترجمه القانونيه رقم 1. وعندك بقى ميكس ما بين الموضة والأزياء والقطاعات اللي تحس إن هي إيه، رايحة ناحية الدلع شوية تسويق اللي هو الماركتينج، شوية زي ما بقول لك الموضة والأزياء. والترجمة القانونية دي أهم القطاعات اللي ممكن لو أنت بتشتغل في الترجمة الإيطالية تاخد فيها شغل كويس. طيب نمرة 3، اللغة الفرنسية. طيب فرنساوي مطلوب، اللغة الفرنسية مطلوبة من وإلى العربي. الفرنساوي قطاعات كتير قوي بقى تحتاج فيها فرنساوي بقى، تكنيكال هتلاقي، لو تقني طبي هتلاقي، قانوني هتلاقي، نص عام هتلاقي، ايميلات اللي هو جنرال ترانسليشن هتلاقي، ومراسلات هتلاقي شغل كتير. لكن لو عايز نحصر لك القطاعات اللي ممكن المترجم الفرنساوي يشتغل فيها، هقول لك القانوني والطبي والتقني زيه زي الالماني اللي هو كان رقم 5 معانا. طيب الترجمة الفرنساوي أو اللغة الفرنسية هنلاقي فيها مترجمين كويسين ومترجمين كتير، ولكن في بقى نقطة في الجزئية دي. لو أنت بتترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية دي حاجة كويسة جدا. أنت متقن الإنجليزية أو تترجم الفرنسية الإنجليزية، على عيني وعلى راسي، لكن خلينا في الفرنسية العربية دي هنتكلم فيها شوية. من فرنسي العربي أنت قوي جدا ومتمكن. من عربي لفرنسي المتمكن اكتر منك مع كامل الاحترام لحضرتك طبعا هيبقى الجزائري والتونسي والمغربي. دول اقوياء جدا جدا جدا، واللي يدور على كواليتي بسعر غالي بره مصر لما يجي يدور انت ممكن تخش تحاول تنافس، لكن الناس دي هتنافسك وبقوة كبيرة جدا جدا. فيمكن دي النقطة اللي في القطاع الفرنسي تحديدا. يعني لو انت بتتكلم اللغة الفرنسية اللغة العربية، لا انت قوي وصياغتك قوية كمصري مترجم مصري، الدنيا تمام بالنسبة لك، وانت افضل من الاشقاء الجزائريين والمغاربة والتوانسة في الجزئية دي. لكن لو جينا عكسنا اللانجوج بير، لو انت ترجمت بقى من العربي الى اللغة الفرنسية، لا هم اقوى. دي ملحوظة حبيت اقولها لك على الهامش، ولكن نسبة الطلب على اللغة الفرنسية عالي جدا بشكل كبير قوي. مش هي رقم 2 ولكن هي رقم 3. يمكن هي الاشهر شويتين 3، لكن انجليزي فرنساوي دايما، او انجليزي فرنساوي وانجليزي الماني حاجه زي كده في اللغات يعني الدارجه واللي تيجي في بالنا قوي. لكن هي انا بالنسبه لي حاططها في التصنيف رقم 3. طيب يلا بينا نبتدي نشوف مين رقم 2. يجي رقم 2 معانا اللغه الاسبانيه. الاسباني مطلوب جدا، بنحتاج فيه مترجمين بشكل عام في السوق، بنحتاج فيه مترجمين. طب الدومينز بتاعته ايه؟ اقول لك بقى يعني الاساسي طبعا زي ما قلت لك القانوني، وعندك الطبي والتقني، وعندك بقى الانترتينمنت سيكشن او القطاع الترفيهي زي ما بنقول عليه، او الترجمه اللي هي الترفيهيه احيانا، وعندك الترانسكريشن الترجمه الابداعيه. عندك قطاعات كتير قوي. يتفوق كمان الترجمه الاسبانيه، او تتفوق الترجمه الاسبانيه من الاسباني العربي في حته السبتايتلنج. يعني احيانا كتير قوي 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 بقى الطلب في الحته بتاعه السبتايتل ترانسليشن او ترجمه الشاشه في اللغه الاسبانيه مطلوبه وبكثافه. وده بيفتح الباب لتخصصات تانية. يعني السبتايتل ده او ترجمه الشاشه ده باب بيفتح على حاجات تانية في شغل الترجمة. طبعا مش هيكون فيه متسع في الفيديو ده ان انا اشرحها، لكن ثقة ان اللغة الاسبانية عليها طلب عالي جدا جدا. طيب مدى انتشار المترجمين، المترجمين برضو منتشرين موجودين، لكن ستيل برضو ما اقدرش اقول ان هم يعني موجودين بكثرة، لا موجودين بس العدد في محدودية برضو نوعا ما، زي الايطالي زي ما قلنا، وزي الالماني، وزي الفرنساوي. يعني زي ما بقول لك ما تقدرش خلال الشهر لو انت صاحب شركه تلاقي عدد مترجمين كبير في الاسباني. يعني لو انت بتقول انا عايز مشروع اسباني، ولكن زي ما وضحت لك هي لغه قويه جدا جدا مطلوبه،
وحجم التخصصات اللي هي بتشتغل فيها عالي جدا جدا، زي ما قلنا القانوني، الطبي، زي ما قلنا الانترتينمنت، وعندك كمان حاجه اسمها ترانسكريشن، ترانسليشن ماشين، بوست اديت. كلام كتير يطول شرح، ولكن اللي عايز اوصله لك ان اللغه الاسبانيه بالنسبه لي هي رقم 2 في الاختيار، وهي الاكثر انتشارا في السوق المحلي المصري. رقم 1 والغنية عن التعريف طبعا اللغة الإنجليزية. أفتكر يعني أنت ممكن تكون استنتجت الكلام ده وأنت بتشوف الفيديو أصلا لما وصلنا ليه رقم 3 ورقم 2. يعني أكيد مش هصدمك وأقول لك إن اللغة الإنجليزية هي رقم 4 ولا رقم 5، لا هي رقم 1 في الاختيارات طبعا. لو أنت بتدرس إنجليزي فده نصيب الأسد في شغل السوق، ما يقرب من 80% ولا حاجة من شغل السوق. الدومينز طبعا على كل لون، ولكن اللي أقدر أقوله لك إن الدومينز او التخصصات هي الترجمة القانونية، الترجمة الطبية، الترجمة التقنية، الترجمة الابداعية. هتلاقي كافة شيء. لو كنا اتكلمنا في الاسباني عن السبتايتل او ترجمة الشاشة، وهنتكلم عنها في فيديو منفصل. في ترجمة شاشة برضو مطلوبة جدا 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 في اللغة الانجليزية. طبعا هي كل حاجة في كل حاجة. فنصيحة، لو انت حتى بتشتغل في قطاع او انت دارس قطاع من القطاعات اللي هي ممكن تكون مثلا متخصصة شوية او دارس لغة متخصصة شوية بقى، زي مثلا الصيني، زي الروسي، الفارسي، العبري، اي لغة من اللغات التانية، الياباني مثلا، يفضل او ارشح لك وبقوة دراسة اللغة الانجليزية، او حتى لو تقدر تاخد كورس او تدعم امكانياتك في الشغل بتاع من انجليزي لعربي، ده يبقى ممتاز جدا جدا. لانه انت في ناس بتقفل دماغها على حتة ان انا لازم اشتغل بالتخصص بتاعي باللغة بتاعتي. على عيني وعلى راسي. في مثلا مترجمين اسباني كتير جدا جدا بيشتغلوا انجليزي عربي، عربي انجليزي، مفيش مشكلة. ليه؟ لان السوق مش طول الوقت محتاج اسباني، وهم واعيين لحاجة زي كده. فرنساوي نفس القصة، ايطالي نفس القصة، الماني نفس القصة. فده تقدر تقول الكومن بير او اللغة اللي دايما مشتركة ما بين الكل في الشغل، واللي تقدر تفتح لك سكك كويسة جدا جدا. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه، لو انا اتعلمت لغتين مثلا، لو انا مثلا زي ما انت قلت انا شاطر في الصيني ودرست صيني في الكلية، وكان الفيرست بتاع الصيني، او انا يعني قوي جدا في اللغة الصينية وعايز ادرس لغة انجليزية، اخد فيها كورس مثلا ترجمة من انجليزي لعربي، او ان انا اكون قوي في الجزئية دي، هل ده بيدعمني عند الشركات؟ هل بحط ده في السي في بتاعي؟ ده بتحط ده في السي في بتاعك وبيحسب لك، لان في نهاية الامر الشركه بتدور على الوان ستوب شوب، او اللي هو ايه، المحل اللي انا هقف عنده اشتري منه كل حاجه مره واحده. فلو المترجم مثلا هو متقن للغه الصينيه، او اشتغلت معاه صيني، اشتغلت معاه فرنساوي، اشتغلت معاه في اي لغه من اللغات النادره شويه، وجي قال لي انا بشتغل انجليزي عربي، طب ما هو اولى ما انا اختبره في اللغه ديت وابتدي ان انا اجرب معاه. ليه؟ لان انا جربت الكواليتي بتاعت الراجل ده وشفت مستوى التزامه، ونادرا ما هخاطر ان انا اجرب حد تاني. بالعكس، هي فرص الراجل ده معايا كبيره جدا في الشغل. فبالتالي فكرة دراسة أكتر من لغة دي بتقوي فرصك جدا جدا في سوق العمل، وعليك الوعي بذلك. يعني تبقى واخد بالك من النقطة دي كويس جدا جدا يا أستاذ. في نهاية الحلقة ديت بس عايز أفكرك متنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. لو ليك أي سؤال يا ريت تسيبهولي في التعليقات بخصوص كوكب اللغات والترجمة أو عالم الفريلانس بشكل عام. شكرا جزيلا، واشوفك على خير. محمد يوسف.